وفاتح مخك قدام التلفزيون والمسلسلات والتمثيليات والافلام والمسرحيات والنشرات الاخبار والبرامج التلفزيونيه والانترنت والساتلايت، فاتح مخك وهم عمالين يتفوا في مخك، اصبح شكلك مسلم ومخك كله تفافه، يا ريتها على التفافه بس. المهم يعني ده الواقع اللي احنا فيه للاسف. طب عايزين ننظف مخنا بقى، ناخد الموضوع من اوله. الانحراف ده بيجي منين؟ خلي بالك معايا بقى كمدخل. التضليل ده بيجي منين؟ ياتي التضليل طبعا من الشيطان. طب الشيطان ده بيحاربنا ازاي؟ اهو ده بقى النقطه اللي هركز عليها. يقول لك الابداع ده مبدع. تعال نسال عم الشيخ، عم الشيخ ايه الاسلام يحرم الابداع؟ الاسلام لا يحرم الابداع، ده الاسلام يدعو الى الابداع. لكن ايه هو الابداع؟ يبقى الاسم مش منطبق على المسمى. ركز معايا هتوصل معايا في الاخر. الشيطان بيضلنا لان الشيطان عدو. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ازاي؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. طب بيضلنا ازاي الشيطان اللي اقسم بعزة الله انه يضلنا في اخر سورة صاد؟ بيضلنا ازاي الشيطان؟ ركز معايا بقى. الشيطان بيضلنا ازاي؟ حاجتين: شهوات وشبهات. شهوات وشبهات. شهوة شبهة. اول ما تسمع كلمة شهوة يبقى جسم، شبهة يبقى مخ. ازاي؟ الله في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات. اول ما هيقول شهوات هتلاقي جسم بقى. من النساء شهوة جنسية، والبنين يكون عندي عيال، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، مش ذهب وفضة، قناطير مقنطرة، والخيل المسومة عربية، والأنعام عندي حتة بتاع ده مزرعة، والحرث عندي أرض. كلها إيه؟ شهوات. أنا قلت المرة اللي فاتت مش هكررها تاني لأنه مش موضوعي. الإسلام ما بيحرمش الشهوات ولا بيقف قدام الشهوات، بالعكس ده بيقول لك حقق شهوتك وخد الأجر والثواب، لكن ما تحققهاش بالحرام. يبقى الشيطان بيخش لنا منين؟ بالشهوات للجسم والشبهات للعقل. ودي ايه؟ دي المصيبة الكبيرة. ازاي؟ خلي بالك، يجي الشيطان عشان يحاربنا ويضلنا ويدينا شبهات في دماغنا غلط. ثلاث حاجات. واحد، يسمي الحلال بأسماء قبيحة منفرة، حاجة تقرفك في الحلال مع انه حلال. اتنين، يسمي الحرام بأسماء حلوة جميلة تحببك في الحرام. ثلاثة، يميع أسماء. تمييع، مايع. انت بقول لك انت مايع ليه كده؟ مايع يعني ايه؟ يعني مش واضح، يا اما انت يمين يا شمال، يا اما انت ابيض يسود، لا انا في النص رمادي. اهدي المصيبة. النهارده انا بقول ان هي الا اسماء سميتموها انتم ووسائل اعلامكم. وسائل الاعلام النهارده غيرت وبدلت، حرفت الاسم عن المسمى. تلاقي اتنين قاعدين يتكلموا مع بعض ويقول له لا يا اخي الرأي والرأي الآخر. صح، الرأي والرأي الآخر، بس انت بتتكلم فيه ده مش رأي، انت بتتكلم في حكم. غلط غلط. الإسلام يا أخي يدعو إلى الحرية. أيوة، إيه الحرية؟ تقصد بيها إيه؟ ويروح يسألوا المشايخ: الإسلام يدعو للحرية ولا لأ؟ نعم الإسلام يدعو للحرية، بس استنى الأول، أنت تقصد إيه؟ دي اللي عايزين نقولها. تقصد إيه؟ أنا هسألك سؤال: الإسلام يدعو إلى الرياضة ولا يحرم الرياضة؟ هتقولي الإسلام إيه؟ يدعو إلى الرياضة. طب أنا بنتي بتلعب سباحة وواخدة بطولة إيه؟ استنى بنتك
انت ملبسها ايه؟ مايو ومن قطعتين عشان هتبلبط في الميه. مش انت لسه بتقول لي الاسلام لا يحرم السباحه؟ بس دي مش سباحه، ده اسمه عري. ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. بص، ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. طب تعال ناخد الكلام ازاي. بص يا سيدي، يجي يسموا الحلال اللي ربنا احله يسموه ايه؟ باسماء حرام منفره، اسماء قبيحه. تقوم انت تنسى المسمى وتمسك في الاسم. غلط غلط. ازاي؟ قبل ما نتناقش مع بعض شوف الاسم بينطبق على المسمى ولا لا. انت مسلم متدين بالاسلام الحمد لله، مش كده؟ مش انت مسلم؟ مسلم يعني ايه؟ بتسمع الاذان، بتصلي، بتغض بصرك، صدق، امانه، اخلاص، وفاء. يسموا اللي ملتزم بالاسلام رجعي، متزمت. متزمت ايه يا اخي التزمت اللي انت فيه ده؟ اول ما تسمع الاذان تروح تصلي؟ مش معقول كده، مش ممكن. وبعدين بقى كل ما تشوف واحده تروح مودي وشك في الارض وبتاع. ايه اللي مش معقول كده؟ الله، طب ما ده اسلام. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم ان الله خبير بما يصنعون، سوره النور. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة او الفجأة، صحيح مسلم، قال اصرف بصرك. يسموا الملتزم اللي ما بيصافحش النساء. ما احبش التزمت. نسأل عم الشيخ، يا عم الشيخ الاسلام يجيز التزمت؟ الشيخ هيقول لا طبعا الاسلام لا يقول بالتزمت. استنى، تقصد ايه بالتزمت؟ انت تقصد بيها المسلم الملتزم. مين اللي حرف الاسم؟ ان هي الا اسماء سميتموها انتم ووسائل اعلامكم. الحجاب اللي ربنا فرضه على المرأة، يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يسموا بقى الجلباب والحجاب يسموه ايه؟ خيمة. يسموه ايه؟ كفن. ايه ده؟ مين اللي سمى الحجاب كفن؟ واحدة مجرمة طلعت مقالة عندنا تقول لك الأكفان المتحركة. حيزبون دردبيس. الأكفان المتحركة. ايه الأكفان دي؟ تقول لك أنا كنت ماشية في الشارع لقيت بنات في سن الزهور، بنات حلوة، ولقيتهم متكلفتات ولابسين كفن. شو؟ معظم اللي عاملين نفسهم علمانيين وليبراليين وحداثيين ومتنيلين يطلعوا يتكلموا بتحريف الأسماء، والناس قاعدة عاملة كده. صح، عنده حق. وفتح بقه كده ياخد التفافة في بقه. الاعتزاز بالدين، المفروض انك تعتز بدينك. انا معتز بديني، انا مسلم معتز بالاسلام. سورة فصلت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني، مش انا، لا انني توكيد. اللي معتز بدينه النهارده بيسموه ايه بقى؟ متعصب. انت هتعمل لنا فتنة طائفية، انت ضد السلام الاجتماعي، انت ضد الوحدة الوطنية. طب ما احنا لازم نعتز بديننا، لازم اعتز بديننا وافخر بديني وامشي كده ان انا مسلم على دين الله. ان الدين عند الله الاسلام. ربعي بن عمرو لما راح لرستم قال نحن قد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة الواحد القهار، ومن جور الاديان الى عدل الاسلام، ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة. شوف العزة. يبقى مين اللي سمانا متعصبين؟ الشهادة في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران. يسموا الشهداء ايه النهارده؟ قتل، خسائر في الارواح. بص البيانات العسكرية، قامت مجموعة من الجنود وقد كانت خسائرنا في الارواح 50. خسائر؟ هو اللي راح الجنة ده خسارة؟ عشان كده اللي في الجيش يقول لك ايه؟ ونهبل اموت تقول لي في سبيل الله.
هطلع خسائر، خسارة موت. انا شاب لسه حلو. افرح بشبابك وتهنى، هتلاقي الدنيا بقت جنة. تقول لي اروح خسائر؟ هو انا ابقى خسائر؟ صحيح لو هيبقى خسارة صح، لكن انت مش خسارة، انت ايه؟ انت شهيد. العمليات الاستشهادية، ولازم تبقى كده، لانه العدو معاك في بلدك، مش حرب بينك وبينه، لا ده هو في بلدك، فانت بتعمل عملية استشهادية، يسموها عملية ايه؟ انتحارية. انتحارية. ونسأل عم الشيخ هل الاسلام يجيز الانتحار يا مولانا؟ هيقول لا طبعا. شفت يبقى شفت. استنى، مين سمى العمليات الاستشهادية انتحارية؟ طيب ده فين ده الكلام اللي انا قلته؟ في الحلال. تعال بص الخيبة الكبيرة بقى، اتفرج بقى يا سيدي بقى. بص الحرام النهارده بيسموه ايه؟ حرام ربنا حرمه. بص يسموه ايه؟ واحد، الخمرة. يا ايها الذين امنوا انما الخمر، سورة المائدة، انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون؟ يسموا الخمر النهارده ايه؟ مشروبات روحية. الواحد يبص لك كده يقول لك مالك يا اخي؟ منظرك مفستك كده ومش كويس كده. قلت له والله تعبان شويه. اكيد انت ما بتشربش مشروبات روحيه. اشرب مشروبات روحيه عشان روحك. نسال عم الشيخ، يا عم الشيخ الاسلام يحرم المشروبات اللي تنعنش الروح؟ هيقول ايه؟ لا استنى يا مولانا الاول، استنى بلا لا. قول له تقصد ايه بالمشروبات الروحيه؟ هيقول لك وايت هورس، بلاك اند وايت، شمبانيا، ويسكي، بلو ليبل، ريد ليبل. يا نهارك اسود، ده خمره. لا دي خمره مش مشروبات روحيه. فاكر زمان كان عندنا اعلان واحد يقعد يكسر في حديد يقول لك انا عبد العال بطل الابطال، فاكر؟ وبعدين بعد الاعلان يقولوا ايه؟ الكينه الحديديه، الكينه الحديديه لعبد العال بطل الابطال. تعال بص في الكينه الحديديه، بص المكونات، بها نسبه كحول 25%. يبقى دي ايه دي؟ دي خمره بها نسبه كحول، فيها سبيرتو كحول، ويسموها ايه؟ كينه حديديه. الربا، الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا. سورة البقرة. لا الربا النهارده يسموه ايه؟ فايدة، استثمار. الفايدة متزايدة، تربتتي تربتتي. فاكر الاغنية دي اللي كان جواها بتاعت البنوك؟ الزنا، مش الزنا حرام؟ مش هنجيب ادلة بقى عشان ما نضيعش وقت يعني. تعال بص النهارده بيسموا الزنا والزنا فنانون. فنان قدير، كوكب، نجم. ده مين ده؟ ده مجرم نايم مع واحدة في السرير وهي مش مراته، وبيتصوروا والصور بتعلن، الفيلم بيتعرض في الساتلايت والملايين بيتفرجوا عليه. طب اللي انت نايم جنبها وبتبوسها دي في السرير دي مراتك يا مجرم؟ لا. امال دي مين؟ دي ممثلة. ايه دي؟ قديرة. ايه دي؟ فنانة ادت دورها باتقان باخلاص. وهي تطلع تعمل ايه؟ تقول لك الحمد لله، بحمد ربنا وبشكر فضله، وانا عايزه اعبر عن فرحتي بان انا الحمد لله كان بيزني فيا في الفيلم، الحمد لله من فضل الله، فهروح هعمل عمره ان شاء الله. الله اعلم بتعمل العمره فين. ممكن في واحد بيسالوه مره عملت كم عمره؟ قال 7 عمرات. قالوا له طب واحلى عمره؟ قال اللي كانت في السعوديه، الحقيقه كانت جميله قوي دي، وادعو الناس جميعا انهم يعملوا العمره في السعوديه. المجرم اللي نايم بيبوس واحده دي وبيمثل معاها، وساعات بيمثل معاها منظر جنسي كمان، جنسي، وبيتصور، ياخدوا جوائز الدوله التشجيعيه.
ومين يديها لهم؟ اكبر راس في البلد، وينادي عليها الممثلة القديرة والفنانة العظيمة فلانة الفلانية، تطلع بقى تكتك كله بيسقف لها، والرئيس يروح واخد الجائزة، اتفضلي خدي يا مجرمة يا ليلة الأدب، خدي يا زانية يا سفلة، امسكي امسكي جوائز الدولة التشجيعية، بنشجعك على قلة الأدب. عملتي كام قلة أدب السنة دي؟ كام فيلم السنة دي؟ خيبة كبيرة. يقول لك الفن ده ارتقاء، ده رقي، فنان، الفنان مبدع. ما نقول فن، استنى تقصد ايه بالفن؟ عشان ما نختلفش بس ونزعق كتير. يبقى ان هي الا اسماء سميتموها انتم ووسائل اعلامكم. العري حرام ولا حلال؟ ربنا امرنا نتغطى، سوره والله صور كتير بس بسرعه. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، ده الاساس، وريشة كماليات، كرافطه، زراير قميص، دي كماليات، لكن الاساس لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من ايات الله لعلهم يذكرون. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنه. يعمل ايه؟ ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. مين اللي بينزع؟ الشيطان. استنى بقى، ايه الصورة النهاردة بقى؟ يروحوا محورينها، يطلع لك واحدة لابسة مايوه زي ما قلت لك من قطعتين، وواقفة في حمام السباحة فوق، هترمي نفسها في الحوض، هترمي بقى فوق، تنط بقى، ومع المتسابقة رقم 1 والكاميرات كلها اتفضلي انزلي في المية، والكاميرات تحت المية جايباها بتبلبط في المية. ايه ده؟ ده عورتها مكشوفة دي. ايه ده؟ ده السباحة. السباحة. هل الاسلام يحرم الرياضة؟ رد يا عم الشيخ. هيقول لك لا طبعا الاسلام يجيز الرياضة، والرياضة من الاسلام. يا عم استنى، دي مش رياضة، ده عري. زي التنس، بالله عليك اللي بتلعب تنس دي، اللي لابسة فوق الركبة ب3 متر وكمان بتوطي عشان تضرب المضرب. طب بالله عليك قول لي ده ايه ده؟ ايه ده؟ عري؟ لا ده تنس، دي رياضة التنس. وبص للي قاعدين بيتفرجوا ولا واحد عينه على الكورة. وخلي بالك خلي بالك ان انا بقول لك ده. تعال بص الباليه، بص الباليه ده، قول لي ايه الباليه ده؟ بص يقول لك ايه؟ فن الباليه. واحده لابسه محزق وهو لابس محزق، وقاعدين يجروا ورا بعض، وياخدها يرميها ان شاء الله يا رب تنكسر رقبتها تقع ورا، يروح شايلها جايبها من قدام. طب ما هي كانت قدام، بعدين يوديها يمين، بعدين يروح يوديها شمال. ده بيعمل ايه ده؟ يعمل لك كده. والبجعه دي، البجعه دي ايه يا اخوانا؟ ده عري. راجل مع ست كده بالطريقه دي، ده عري ده. لا ده فن الباليه. التطاول على الدين، الناس تتطاول على الاسلام، تقعد تتكلم في الفضائيات اسلام ايه الاسلام ده تخلف. يا جماعه احنا يا اخوانا، ده انت بتكلمني عن عهد خلاص 1400 سنه. ناس كانت راكبه حمير وساكنه في خيام. انا النهارده عندي مرسيدس وحمار سيدس وعندي ابراج. ايه ده؟ ايه ده؟ ده بيتطاول على الاسلام. تيجي تكلمه يقول لك ايه؟ لو سمحت، الراي والراي الاخر. ده رايي. الاسلام مش يجيز ان الانسان يختلف مع التاني في الاراء. اقول له الاراء، لكن انت كده بتتطاول على الدين. انت بتتطاول على الدين، مش بتقول راي. انت بتتهم الاسلام انه دين تخلف. لا، يتطاولوا على الاسلام ويقول لك معلش ما تعرضنيش لو سمحت، انا بقول رايي معلش. الاسلام يجيز انك انا تقول رايك. رايك فين؟ الراي فين؟ راي مش حكم. انت بتتكلم في احكام دلوقتي وبتتكلم في اسلام، انما الراي تعال نختلف في الراي. باميه ولا ملوخيه؟ انهي الاحسن؟ اختلف معاك، هتقول لي باميه هقول لك ملوخيه مثلا. يبقى ده اختلاف في الايه؟ الراي.
الرأي. لكن انت بتتكلم في احكام دلوقتي وبتطعن في الدين. عدم الالتزام بالاسلام والتحلل من احكام الاسلام. تسأل واحد انت مسلم؟ اه. بتصلي؟ لا ما بصليش. انت مسلمة؟ اه. ايه اللي بتعمليه ده؟ بحب واحد وماشية معاه. صديقي. صديقي. ايه ده؟ ايه ده في الاسلام بيسموه ايه ده؟ ده قلة ادب طبعا، عدم التزام. يسموها ايه دي؟ تحرر، حرية شخصية. انا اسألك ما بتصليش ليه يا اخي؟ سيبه يا اخي لو سمحت. انت بتقول له ليه ما بتصليش؟ انت مالك وماله؟ كل واحد حر. نسأل الشيخ، يا شيخ مش الاسلام يدعو الى الحرية والحرية الشخصية؟ هيقول ايه؟ لكن ايه هي الحرية الشخصية؟ تعرف الحرية يعني ايه؟ الحرية في المباح. هنتكلم عنها بالتفصيل بس بعدين. احنا عندنا اقسام التكليف الشرعي 5: الواجب او الفرض، المستحب او المندوب او المستحسن، الحرام، المكروه، المباح. فانت حر في المباح. تنام على الارض، تنام على سرير، تلبس جلابية، تلبس بدلة، تاكل بايدك، تاكل بالمعلقة، انت حر. لكن في احكام الاسلام لا يا حبيبي، مش حر. فما فيش حاجة اسمها انا حر في تنفيذ احكام الاسلام، لا. الرشوة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش اللي ماشي بينهم. سموها ايه النهارده؟ سموها اسم جميل قوي قوي قوي. اديني اكراميتي، اكراميتي. اديني قهوتي. فين قهوتي؟ اكراميتي. يقول لك اغمز. ايه؟ اهرش. ايوه اهرش، خليك حلو. الاختلاط، الاختلاط بين الرجال وبين النساء ده محرم في الاسلام، محرم. سموه ايه النهارده؟ صداقة. صداقة. صديقتي، وهي تنادي عليه تقول له صديقي. الله الله، ايه ده؟ عندنا في الاسلام صديقي وصديقتي؟ لا ما عندناش كده، ما عندناش كده. دي المصيبة الكبيرة اللي احنا عايشين فيها، تحريف الاسماء عن المسميات.